أعزائي المشاهدين من داخل مؤسسة اللواء أحمد عصام الدين ماضي أبو العزاوي، ومعاكم المحررة الصحفية أمينة أمين. مساء الخير يا فندم. مساء النور. حضرتك ممكن تشرفيني بحضرتك؟ درية أحمد المحجوبة عبد الله. أهلا وسهلا. حضرتك جنسيتك إيه؟ سعودية. بقالك كام سنة في مصر؟ 20 سنة. أهلا وسهلا، شرفتي ونورتي. حضرتك ممكن تكلمين على فعاليات المؤسسة النهاردة؟ والله العظيم أنا النهاردة اتكرمت من حضرة الشريف اللواء أحمد عصام الدين ماضي أبو العزايم، ويعني أنا فرحانة جدا إنه أنا انضميت للمؤسسة الخيرية الجميلة دي تبع حقوق الإنسان وتبع صداقة الشعوب العربية، وفرحانة جدا وسعيدة جدا لأنه كل الناس هنا ما شاء الله الله أكبر، يعني تحسهم أسرة واحدة، ما فيش فرق بين ده ولا بين ده ولا بين يمن ولا بين سوريا ولا بين السودان ولا بين السعودية، كلهم كده في جسد واحد، كم روح في جسد واحد، وكلهم متآزرين وبيحبوا الخير لبعض ومتحابين، وغم في التعامل والرقي وحسن الأخلاق. حضرتك شرفتي ونورتي. حضرتك مين عرفك بالمؤسسة؟ عرفني الأستاذ المخضرم أخي أيمن. أستاذ أيمن، عليك شرفتينا ونورتينا والله. انتك حد محترم طبعا، وتتشرفي لينا واي وقت في مؤسسة اللي هو احمد ابو العزايم في اي حاجة. طبعا عندنا هنا فريق من محاميين، قضاء، اي حاجة تحتاجيها تبع المؤسسة طبعا موجودة بقيادة معالي اللي هو احمد عصام الدين ماضي ابو العزايم. والله وانا كمان لدعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعم الجيش والشرطة. يا سلام، والله أنا كمان اتشرفت بيكم كلكم وبالمؤسسة، واتشرفت بك يا أستاذ أيمن، وإن شاء الله أي حاجة تحتاجيها من المؤسسة بتكلمي سيادة اللواء، أي حاجة بتحصل معاكي في أي مكان بتكلمي معالي اللواء أحمد عصام الدين ماضي أبو العزايم، بتتصلي بيه وتيجي تقولي والله أنا واقعة في كذا كذا، وساعات اللواء بيتعامل وتوصلك بالمسؤولين، وإن شاء الله موضوعك يخلص بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله، وأنا اتشرفت بيكم جدا يعني أخواتي كلكم. احنا الشرف لينا، حضرتك نورتي المؤسسة ونورتي أرض مصر، ويا رب دايما في خير ونشوفك في سعادة، وربنا ينصرك بإذن الله. إن شاء الله يا رب جمعا، وإن شاء الله ربنا ينصرني على من ظلمني، وإن شاء الله يحصل خير لقدام يعني. حضرتك ازاي ممكن تعرفنا، عرفتي ازاي الأستاذة؟ والله عن طريق الصدفة، يعني حد محترم وحد جميل بصراحة، وهي فنانة وبتحب الفن المصري وبتحب ان هي تمثل وبتحب برضو تغني، بس هي محتاجه شويه تدريبات شويه، لكن هي حد كويس وممكن يجي منها الايام الجايه ان شاء الله. اللي عندها تمثيل وغنى. عندها تمثيل وغنى، فان شاء الله ممكن تتدرب مع فريق العمل معانا برضو. سياده اللي هو عامل هنا كل حاجه تبع التمثيل تبع الفن، يعني في اي كل حاجه موجوده في المؤسسه. حد محترم، حد جميل، في اي مشكله وقعتي فيها بتتصل بسياده اللواء بيكلمك المسؤولين، وان شاء الله الموضوع هيخلص باذن الله يعني. ان شاء الله بإذن بس الله. واحنا اتشرفنا بحضرتك، واحنا دايما بندعم الناس اللي محبه للوطن، ودي طبعا من السعوديه، فاخوات السعوديه كلهم على دماغنا وينورونا طبعا في اي حاجه. وانا بحب مصر جدا والله العظيم، يعني انا اتخانقت مع اخواتي عشان اجي اعيش في مصر. بحب مصر جدا جدا لدرجه يعني ما فيش حد يتصورها، وبحب يعني الاولياء الصالحين اللي في مصر، وحلمت بالامام مع محمد متولي الشعراوي الله يرحمه قبل ما يموت، حلمت بيه والله العظيم. حضرتك انت نورتي مصر ونورتي المؤسسة، ويا رب في النجاح ونشوفك دايما متألقة وقد الدنيا. والله أنا بشكركم جدا يعني، وبشكر المؤسسة تبع الشريفة اللواء أحمد عصام الدين ماضي أبو العزايم، وأشكر الأستاذ أيمن. ربنا يخليك يا فندم. يا فندم احنا كلنا اخواتك، وأي حاجة تحتاجيها من المؤسسة احنا كلنا اخواتك، كلنا بنبقى أسرة واحدة وبنقف جنب أي حد تبع المؤسسة. طالما اتضم للمؤسسة بنعتبر المؤسسة كلها راجل واحد برعاية المعالي اللواء أحمد عصام الدين ماضي أبو العزايم، وسعداء بيكي. وشكرا يا أستاذة أمينة أمين للقاء الجميل ده مع حضرتك. شكرا. أنا سعيدة باللقاء معاكم النهارده وسلام حضرتك ومن داخل المؤسسة. شكرا لكم أعزائي المشاهدين.